في طبقة كده من الناس بتقول ايه اللي انتوا بتقولوه ده وبتهاجموا ليه اللاجئين؟ سيبوهم، مصر لكل الدنيا، مصر فاتحة بابها لكل الدنيا، ومن حق اي حد في العالم انه يجي ويقعد في مصر. حضرتك هو انتوا حاسين بينا؟ حضرتك انتوا بتنزلوا الشوارع بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها؟ بتشوفوا مدارس ولادنا بقى قد ايه عددهم، عدد اللاجئين فيها؟ بتشوفوا الجمعيات اللي هي بتبيع حاجات مدعمة من حق المصريين بس انها تاخد ده وتقف؟ لا، هم بيقفوا يشاركونا في كل ده ونلحق المصري. حضرتك احنا بقى في اماكن، يعني واحده رايحه لترزي بتقول له من فضلك انا عايزه افصل كذا، قال لها ايه ده انت مصريه؟ انا سوداني ما بفصلش غير للسودانيين. ناس رايحه تقعد على كافيه ايه ده انتوا مصريين؟ لا، ما بيقعدش هنا غير فئه معينه، مش عايزين نسمي مين، فئه معينه من الناس. طب ناس عامله كمان مكان، يعني احنا سمعنا في ناس طالعه على الميديا بتقول ان في مكان تقريبا في شرم الشيخ او في بلد، يعني ما بيشغلش غير اللاجئين، فئه معينه من اللاجئين، وممنوع ان المصريين يشتغلوا هناك في بلدنا، ممنوع. انتوا حضرتك عارفين ده؟ حضرتك انتوا عايشين في كومباوند، حضرتك لما بتزهق الويك اند بتاعك بتروح تقضيه في مكان انت وولادك علشان الزحمه ونفسيتكم تبقى حلوه، يعني في مكان كده هادي ولطيف. لكن انتوا مش عايشين معانا، انتوا مش شايفين عددهم بقى قد ايه حوالينا، انتوا مش لامسين هم بيعملوا ايه في الناس، انتوا مش حاسين هم خلاص البلد دي بقت بتاعتهم مش بتاعتنا، بقى ليهم اماكن بيقولوا عليها بتاعتهم. كمان الناس المستاجرين اللي بعتها بتقول حضرتك ايه اللي انت بتقوليه دوت، من حقهم ان هم يسكنوا، من حقهم واحنا كمان نستفيد ونعيش. حضرتك بتدور على الاستفاده بتاعتك، بكره مش هتعرف تطلعه. حضرتك اكتر واحد هتبقى خسران. هم ماشيين تبع مبدأ اتمسكن لحد ما تتمكن من محله، او محلك اللي انت مأجره له وبقى محله، بكره مش هتعرف تطلعه. من مكانك، بيتك اللي انت مسكنه فيه وبيديك فلوس، بكره برضو مش هتعرف تطلعه. هو يعمل اللي هو عايزه. في ناس بتقول ان هم بيعملوا حاجات وليهم وضع كده وتجمعات بيعملوها، المفروض ان احنا ما بنوافقش عليها. انتوا بتوافقوا عشان هم بيدفعوا مبالغ كل شهر كبيره. فوقوا يا مصريين، فوقوا. احنا لما قلنا ضيوف بالشروط اللي الدولة بتاعتنا حطاها، ضيوف لحد ما بلدهم تتصلح امورها ويرجعوا تاني بلدهم، لكن يعيشوا ويمتلكوا عندنا ويعيشوا زيهم زينا، بل يقولوا لنا احنا يا مصريين مش من حقك تيجي هنا، مش من حقك تعمل ده، مش من حقك تخش ده. ينفع؟ ما ينفعش. دي بلدنا، دي مصر. مصر ام الدنيا بس ملك لولادها، مش ملك لكل الدنيا.